الأستاذ العزيز جدا يا بعد راسي والملهم يا بعد راسي ياسر الحزيمي، وجودك اليوم أنار وأضاء وأرشد، وكلماتك كانت يعني سبب كبير لأكيد إن شاء الله التحول إلى الأفضل لكل من حضر. الله يسلمك، اللهم آمين يا رب. يتقبل منا ومنكم آمين. وسبحان الله، المطر لما يأتي إلى أرض وتكون جدبة ويأتي إلى الأرض وتنبت هذه الأرض، فالخير ليس في المطر فقط، أيضا في الأرض التي قبلت وأنبتت. فالإنسان ينشر علم، ينشر كلام فيه الجيد والأجود، لكن الأرض الأجود هي التي تنبت. فإذا رأيت أثر فاعلم أن الجمال في الأرض ليس في المطر فقط. صحيح. اللي شفته اليوم من حرص الناس وتعلمهم، وأنا ترى من زمان وأنا يعني أقف متشرفا أمام العمانيين من 14 سنة، كانت أول محاضرة ما شاء الله، آخر محاضرة كانت قبل 14 دقيقة ما شاء الله. يعني أنا محب لهذا الشعب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت أهل عمان ما طردوك وما ضربوك. ناس تستقبل بقلوبها وعقولها وسلوكها ومروءتها، وما يميزهم السمت العماني الذي ليس له شبيه. ما شاء الله. الله يحفظك، ونحن سعيدين جدا بوجودك ونسعد أن نشوفك دائما، فلا تحرمنا من جياتك وطلاتك ومحتواك اللي يثري وينور. أعيد وأكرر لأن اليوم اللي قدمت حاجة صراحة تستحق كل الإشادة والشكر وعظيم الامتنان. من طيبك يا بعد راسي. الله يحفظك يا أستاذ، شكرا. وعلى بركة الله إن شاء الله الأستاذ ياسر الحزيمي راح يكون متواجد في الجولة الخليجية للإدارة الناجحة اللي راح تقام في 3 عواصم خليجية: الدوحة، الرياض، ومسقط. فلكل شخص حاب أن يحضر ويشاركنا فالأستاذ إن شاء الله راح يكون متواجد، فالكلمة عندك. الله يسلمك. إن كان من سيتحدث وسفير الإعلام لهذه الجودة هو أمثالك، الله يحفظك. فأنا أتمنى أكون يعني أحد الحضور وليس ضيفا يتحدث. بالعكس، جزاك الله خير، وإن شاء الله أن نقدم شيء يليق بالمجتمع الخليجي المعرفي بإذن الله تعالى. كل الشكر يا أستاذ، يا مرحبا.